النهارده جمعت لكم اخر 10 حلقات من كرتون جامبو الموسم السابع الجزء الثاني في فيديو واحد، يعني لايك كلمتين واشتراك في القناه واستعد للمدعكه اللي هتحصل. دي الحلقه ال 31 من سلسله جامبو لوباس، والحلقه ال 31 بعنوان الناجون. بتبدا الحلقه في البيت وبنشوف العيله الكريمه قاعده بتتفرج على برنامج طاب، وجامبو بيقول اكيد الاسد هياكل الفرسه دلوقتي، ونيكول بتقول فرسه مش ده برنامج طبخ اللي بيتهيأ، وناس بترد عليها وبتقول لها عيالك بقالهم 32 ساعه قاعدين على ناشونال جيوغرافيك عايزاهم يقولوا وجامبو بيقول كله يا غبي عشان تعيش، انا لو كنت مكانك كنت زمان خلصت عليه، وناس بتطلع ميه على جامبو وبيقول لها تقصد ان انا يعني مش هقدر اخلص عليه، ونيكول بتتريق وبتطلع اللي كلته عليه، ودارون هو كمان بيتريق وبيقول له لا يا اخويا انت تقدر، وكلهم بيضحكوا عليه، وفجاه جامبو بيحاول يفرد ايديه، وناس بتقول له هو بيعمل ودارون بيقول لها شكله كده عاوز يقول لها ان هو قبل التحدي، وجامبو بيقف بالعافيه وبيقول لدارون يلا نطلع بره مالطو ونثبت لهم ان احنا على حق، ولسه هيخلع نيكول بتقول له هتاخد برد يا ابن الكلب، ريتشارد خلي بالك منهم لما نروح انا وانس نجيب حاجه على السريع ونيجي، وبتقوم مصحيه وبيقول لها ايوه ماشي، وبيمشوا وجامبو بيقول بابا ينفع نطلع نقعد بره من غير هدوم، وريتشارد بيفكر يعني يبقى اب مسؤول، وفي الاخر بيزهق من التفكير وبيقول لهم اطلعوا، وجامبو ودارون بيخلعوا خالص وبيطلعوا الجنان علشان يحاربوا الطبيعه، واول لما بيلمسوا الارض بيقلبوا ديكروم، وفي الاخر بينزلوا وبيحاولوا يقعدوا على الارض بس ما بيعرفوش، جامبو البولن حاسس ان السنجاب دهوت هو السبب، وبيجي الدبان يتلم عليهم، وجامبو البولن عندي فكره انا هضربك وانت تضربني عشان نمشي الدبان، وبينفخوا بعض، وفي الاخر السنجاب بيضحك عليهم، وجامبو بيقول له يلا شايفنا مستر بين قدامك، وبيحاول يفرد جناحاته بس السنجاب بيقرقره، ودارون بيجيب له عصايه وجامبو بيقول خلاص، وبيرميها عليه بس بتطلع بره، وبيروحوا يشدوها ودارون بيقول يا رب ما يطلع بشر، وبتطلع الزباله والدباب بيتلم عليهم تاني، وفجاه المعلم ريتشارد بيفتح الباب وبيقول لهم حاولت بقدر الامكان ان اكون مسؤول بس قشطه ولادي، وجامبو ودارون بيقول الباب اتفتح حياتنا انت قصتها، وبيبداوا يرقصوا والسنجاب بيخش الباب وبيقفل الباب وبيبدا ياكل في الحاجات اللي جوه، وجامبو بيقول لا، وبيسال ريتشارد لو معاه مفتاح تاني، بيقول له مفتاح ايه يا ابني انت شايفني معايا جيوب ده طالع بالشرب، وبيتحبسوا بره والجو بيشتي تلج، وجامبو بيقول انا هدور على مكان نستخبى فيه، وريتشارد مره واحده بيقول لا انا المسؤول هنا، وبيروح يكسر المخزن وبيقول لهم يلا نعمل بيت من الخشب، وجامبو بيقول دي مخزن لطاير، وبيكونوا قاعدين متلجين، ودارون بيقول الحمد لله انها جت على حيوان واحد بس، وفجاه بيظهر الوحش العنيف الوحش المخيف الوحش الظريف، جامبو بيستنتج انهم جايين على ريحه الزباله، وبيصوتوا مره واحده جامبو بيقول له اصلا انت دايس على دالي، ودارون بيقول له انا اسف، وبيقول له على انت اخويا، وريتشارد بيقلب مره واحده وبيقول لهم انا المسؤول عليكم، وبيروح يهز كرشه وبيمسكوه ينفخوه، والسجاب بيقعد يضحك عليهم، وبيقوم فاتح الباب للحيوانات وكلهم بيخشوا، ونيكول بتيجي البيت وبتشوف المنظر ده وبتقول كده ماشي، وبيطلعوا يقعدوا بره معاهم، وجامبو بيقلب مره واحده وبيقول لازم نحاربهم، وبعد اسبوع الغزال بيطلع يشوف اكل عيشه وهم بيتحولوا لحيوانات زباله. دي الحلقه ال 32 من سلسله جامبو لوباس، والحلقه ال 32 بعنوان الملصقات. بتبدا الحلقه في المدرسه وبنشوف شراب عمال يتكلم عن الوداع، وبيكون ده مستر سمول، وجامبو بيقول له طب ايه المستفاد، وبيقول له اصلا انا اتفصلت من شغلي، وجامبو بيقول له طب مين اللي هياخد باله مننا المره الجايه لو فكرنا نحرق المدرسه، طب مين اللي طردك، مستر براون بيقول له السيده كومبوس هي اللي طردتني، وبيلم نفسه وبيدخل جوه الصندوق، وجامبو ودارون بيقرروا ان هم يرجعوه شغل، واول لما بيخشوا المستر براون بيقعدوا يهزقوه، بس بيقول لهم بصوا جنبكم كده، وبتبقى السيده كومبوس مستخبيه وبتقول هم دمت بقى اللي عاملين مشاكل في المدرسه، وبتطلع جهاز الملصقات وبتلزق على دارون انه ضعيف، وجامبو انه طفل سيء، وبيقول انه طفل سيء وبيتحول ودارون بيقول يا اسطى لازم نساعد بقيه زمايلنا، وبيمشوا وبيروحوا المولي، وجامبوليه بتقول لها مش هتيجي نربيها، ومولي بتقول لهم انا مش هعرف، تبقى اللزقه بتاعتها مكتوب عليها انها خجوله، وبتختفي وبيروحوا لجو بنانا وبيلاقوا ملزوق عليه هو كمان ومكتوب عليه انه محتوم، وليزلي ممثله، وتوبايس مرتبك، وانايس ذكيه، والمكان كله بيخرب، وفي الاخر بيقرروا ان هم يروحوا لمستر براون علشان يشوفوا الموضوع ده، بس اول لما بيوصلوا بيلاقوا السيده كومبوس اقنعت مستر براون انه يتفصل عشان بقى عجوز، ودارون بيقول لها ما تهدي بقى، وبيستنتج انها بتعمل كده عشان تسيطر على المدرسه، وبتقول له جدع يلا، وبتقوم عامله لهم لازقه انهم مختلين، وفجاه بيظهر مستر سمول وبيقنعهم انهم ما يمشوش ورا الملصقات ويتحدوها، وفعلا بيقبلوا التحدي، ودارون بيبدا ياخد كل الملصقات ويلزقها على جنبه، ذكاء تلاقي، غضب تلاقي، آلة تلاقي، عته تلاقي، كله في كله، كومبوس بتبقى قاعده تكلم حد على التليفون وبتقول كنت معديه على المدرسه عشان اخش الحمام، لقيت المدير والمدرسه كلهم اغبياء، وفي الاخر بقيت مديره، والباب بيخبط وبيطلع جنبه بالشكل ده، وبياخد منها المكنه وبيلزق لها ملصق انها مفصوله، وبيطلعها من المدرسه، وبس كده عشان خاطر ما نعمقش في القصه ان القصه فيها بلاوي. دي الحلقه 33 من سلسله جامبو لوباس، والحلقه 33 بعنوان الحمقى. بتبدا الحلقه في البيت وبنشوف دارون نايم في امان الله، بيقوم جنبه المصحي وبيخبط في الكحكه وبيقول له كسبت ابريل، ودارون بيقول له ده انت عيل تافه، وبيقول له يا عم يلا نشوف المقالب اللي الناس عملوها لنا، بيخش الحمام وبيلاقي المايونيز جنب المعجون، وبيقول دي خد، بتقوم نيكول داخله واخده المايونيز وعامله سندوتشات وقايله له يلا روح المدرسه انت واخوك، وجنبه بيقول والله، وبنروح المدرسه وبيبقى جنبه اللي عاوز اي حد يعمل مقلب في حد، وبيلاقي في جردل على الباب، وبيقول له دارون لحظه، وجيمي لسه هيفتح الباب، الطباخ بيقول
له اهدى يلا انا بنضف السقف. وجامبل بيقول ايه ده بقى، وبيبقى مستني اي حد يعمل مقلب، بس كل زمايله بيبقوا مش فاضيين. بيقول له داروين العيال ما عادش زي زمان ليه؟ وداروين بيرد عليه وبيقول له كل الناس يا اسطى في دماغهم 100 حاجه، حتى بص كده وبتبقى المدرسه كلها مش فاضيه، حتى الكوكب كمان مش فاضي. وجامبل بيعقل وبيقول يا عم خلاص سلم، اوه عيل انا ملك المقالب. وبيبداوا يعملوا مقالب في كل الخال. جامبل يعمل المقلب داروين يصور، جامبل يعمل المقلب داروين يصور، وبتبقى الناس مستحلفه له. ده حتى بيعملوا مقلب الشامبو في الشخص اللي شبه ريتشارد ده. وفي الاخر بيجي الليل وبيبقى داروين خايف. وجامبل بيقول له يا عم انت خايف من ايه؟ ده احنا حتى رجعنا ايام زمان. وبيقعد يهري في الكلام. وداروين بيقول له بص كده على التلفزيون، والمذيع بيقول النهارده هو اليوم الموعود الذي بقت فيه الناس بتعمل في بعض مقالب، وبيعملوا حاجات كده ما ينفعش اقولها على الهوا، فعلوا هاشتاج انقذوا اولمو. وداروين بيقول شفت وصلتهم لايه؟ وجامبل بيضحك وبيقول له يا عم ما حدش يعرف اللي هو احنا. والمذيع بيقول والكاميرا عرفت تجيب ولاد الكلب اللي سابوه في الموضوع ده، وبيبقوا مش مصدقين. والمعلم جامبل بيبص على الشباك بيلاقي كلهم مستحلفين له بره. بيقول له داروين هو بس، والجرس بيرن وبيطلعوا هم. وداروين وجامبل بيبقى في قمه خوف، وبيحاولوا يهربوا منهم بس بيحاصروهم، وبيقولوا لهم بقى انتوا اسياد المقالب ده احنا هنخلص عليكم النهارده. وجامبل وداروين بيبقوا خايفين، بيدوا لهم زرار وبيقولوا لهم دوسوا عليه. وجامبل بيعتذر لهم وبيقعد يعيط، بس في الاخر بيدوسوا على الزرار وبتطلع كسبه ابريل، والمدينه كلها بتضحك عليه. وجامبل بيقول يعني كده احنا اتبقلشنا. دي الحلقه ال 34 من سلسله غامبل وباس، والحلقه ال 34 بعنوان الواجب المنزلي. تبدا الحلقه في البيت وبنشوف نيكول بتصحي جنبه، بتقول له يلا يا قلبي وقت المدرسه جه، وبتشوفه وبتلاقيه تعبان، وبتقيس درجه حرارته بتلاقي فوق ال 4700، وبتفتكر ان هو بيهزر بس بيكون تعبان فعلا. وبينزلوه يقعدوه تحت، وريتشارد بيجيب له كل ملتزمات الكيك، ودارون وانايس بييجوا وبيقولوا له ولا انت عامل زي ديك رومي الممشش. وجامبل بيقول لهم شكرا يا اخواتي، ونيكول بتبعت له بوس، وبيقوم باعت لها عطسه بتسيح اللوحه اللي وراها، وكلهم بيمشوا وجامبل بينام في امان الله. وبعد شويه التليفون بيرن، وبتطلع انايس وبتقول له جامبل انا نسيت الواجب بتاعي في البيت ممكن تجيبه لي؟ جامبل بيقول لها والله انا تعبان، وانايس بتصر وبتقول له يلا يا احسن اخ في الدنيا. وفي الاخر جامبل بيقرر ان هو يوديه لها، وبيطلع ياخد الواجب وملتزمات الباب، ويطلع المرسيدس بتاعته وقايل ليتس جو، وبيدي عصا بتاخد منه مجهود اكتر من تفاهته. وبيقابل عامل نظافه وبيقول له انت يا ابني استنى في طريقك بجعه متوحشه اوعى تروح لها هناك. وجامبل بيقول له يا عم ده انا عايش مع البجع في البيت، وبيسيبه وبيمشي وبيقابلها فعلا. وجامبل بيبص في عينيها وفي لحظه بتختفي، وبتبقى وراه وبتعمل معاه الواجب، وفي الاخر بتاخد منه المرسيدس بتاعته. وعامل النظافه بيقول له لا يالا طلعت مش خايف منها فعلا. وجامبل بيقول له ايوه ما هو بص. وفي اللحظه الهوا بياخده وبيوديه عند اول الشارع، وبيقدر انه يشوف المدرسه بس على بعد 8000 كيلو مربع، وبيحاول انه يعدي الطريق بس بيكون في واحد جاي بسرعه وبيقول له ابعد يالا. وجامبل بيقول له مش لايق، وبياخده ما بين رجليه وبيوديه لعمال البناء. والعمال بيقول له جامبل ابعد يا ابني الحته هنا خطر، وبيقول لهم وسعوا انتوا بس كده، وبيقعد يحسب المسافه. وفي اول خطوه له بيقع في البلاعه، وبيقعد يمشي وبيلم كل الزباله اللي حواليه ما عدا انت طبعا يا عم الحاج. وفي الاخر جامبل بيوصل لكاليفورنيا، وعم الحاج بيطلب اوبر عشان يرجعه لأولمو، والتاكسي بيجي ياخده وبيشد جامبل معاه، ويا بخته بيقعد يلف في العالم. وفي الاخر لحسن حظه بيوصلوه للمدرسه، وبيلاقي السلم بعده ولا تقول لي برج ايه، وجامبل بيتشل وبيقول لي بعمل كل ده، وبيفتكر ايام زمان لما كانت امه حامل في انايس، وكانت بتقول له عاوزاك تبقى احسن اخ ليها. وجامبل بيوافق، وبيرجع تاني وبيقرر انه يطلع، بس مش السلم بقى لا الجيس، وبتكون كل ده هلاوس، وبيقعد يعاني اكتر من ساعه عشان يطلع بس في الهلاوس طبعا. وحاولوا يا جماعه تركزوا كده في لون البيبان بتاعه المدرسه، واللي يعرف بقى انا قصدي على ايه يبقى اسطوره. وفي الاخر جامبل بيوصل للنهايه بس بعد تعب سنين، وناس بتقول له انا مش مصدقه انك جيت هنا عشان تديني الواجب. وجامبل بيقول لها على ايه خد الواجب اهو، بتقول له انت اخويا فعلا بس بدل التعب ده كنت بعت رساله احسن. وجامبل بيقول دي الحلقه ال 35 من سلسله غامبل وباس، والحلقه ال 35 بعنوان سندر، او بمعنى اصح لكل واحد قصته. بتبدا الحلقه وبنشوف جامبل ودارون واقفين مستنيين الاتوبيس، والاتوبيس بيجي وبيبقى فيه يطلع 3000 راكب، والسواق بيقول احنا مش في طياره. دارون بيقول له والله يا اسطى وحياه ابوك ركبنا، والسواق بيقول جاب سيره الحاج، وبينزل يركبهم كلهم تاني، وبيبقى بسم الله ما شاء الله الاتوبيس مليان جثث. وجامبل بيقول يا شويه ناس كومبارسات معانا في الكرتون خانقين ما بيفيدوناش في اي حاجه في حياتنا. بيقعد يهزق فيهم وبيقول في ريحه جبنه هنا قديمه على ريحه خان. ودارون بيقول له اهدى هتجرح مشاعرهم، وبيقول له يا عم ما تخافش مشاعري حلو. ودارون بيقول له في مشاعرك مشاعر الناس، مش انت لوحدك اللي عندك افكار ومشاعر، الناس برضو زيك. وجامبل بيرد عليه بيقول له ولا الدنيا دي موجوده بس عشان تشوف حياتي. وفجاه بيعدي واحد من قدام الاتوبيس، السواق بيقف مره واحده، جامبل بيخبط في رجل اللي جنبه، بتقوم روحه طالعه من جسمه وبيقابل دارون، بيقول له ايه ده؟ ودارون بيقول له ده اختبار عشان تعرف ان انت مش لوحدك. وجامبل بيلاحظ ان الناس بقى شكلهم مختلف، ودارون بيكمل كلامه وبيقول له دلوقتي تقدر تعرف حياه الناس التانيه. ودارون بيروح للسواق وبيقول نفسي اعرف قصته، وبيشوفوه بيبقى ده واحد من الاقزام السبعه وسندريلا، وبيكون بيعمل لها كل اللي هي عاوزاه، بس سندريلا بتقول له لازم ننفصل، وبيتصدم وبيقول لها بس انا بحبك يا امير، بتقول له يلا لا امشي. جامبل بيقول واه انما قصه بعبره، وبيروح عند الحرامي وبيقول طب ماشي ايه قصه بقى الحرامي ده؟ ودارون بيقول له يلا نشوف. وبنروح عند متحف الاساس وبيكون ده صوبه عنده اسره، وبيكونوا عايشين في نبات وتبات، وبيجي حرامي يسرق جوهره من المتحف، والشرطي بيثبتهم وبيفتكر ان هم اللي سرقوه، وبيودوهم القيس، والظابط بيقول خدوا لي بصمه الابهام الشمال، وبييجوا ياخدوه يا عيني من اسرته وبيدخلوه السجن، بس بيقدر انه يهرب، وبيقول لازم انا اجيب حق اسرتي حتى
حتى لو فيها سرقه. وجامبل بيقول يعني هو بيسرق عشان يتسرق؟ ده حاجه غريبه بشكل. هم بيقولوا شكلك قربت تفهم يا نص. وبيروحوا للراجل السايح ده، وجامبل بيقول يا ترى ايه قصته، وبنشوفه وبيبقى ان ده اصلا كان راجل رياضي، فهو بيتدرب دماغه بالطب انه يروح يوري جسمه للبيت اللي ثبته. بس اول لما بيطلع من البيت المذيع بيقول الطقس النهارده فوق ال100 حاليا، يرجع عدم الخروج من البيت. وبيرجع وهو يا عيني سايح. وجامبل بيقول عرفت ريحه الجبنه القديمه جايه منين. وبيقول يا اسطى انا حاسس ان لكل واحد كتاب له قصه مفتوحه. فعلا انا كنت حاسس ان انا الواحد اللي عندي قصه بس في العالم ده، بس دلوقتي عرفت الحقيقه. وبيرجعوا تاني والراجل بيعدي، وضربهم بيقول ايوه كده اعرف بقى ان لكل واحد له حكايته. وراجل الجبنه بيقول حكايته بس بالتقليد. وساره بتقول لهم كنتوا من شويه عمالين تكلموا نفسكم زي العوب، كنت واقفه ورا عماله اصور، وبتوريهم الفيديو بيبقوا معاتيه. والسواق بيقول انا اصلا مش مهتم بالاميرات. والحرامي بيقول لهم وانا ما كنت الصبح ابهام. وجامبل بيغني لهم اغنيه عن التعاطف. وفي الاخر المهرج بيقول له طب وقصتي؟ دي الحلقه 36 من سلسله جامبل وبس. والحلقه 36 بعنوان الاستاذ. تبدا الحلقه قدام المدرسه وبنشوف جامبل وهو ماشي نحسان. توبايس بيقول له داروين هو جامبل مال، بيقول له يا عم مالوش، ده هو ما نامش النهارده حالي. بيقوم جامبل قايم من على السرير وبيفتكر انه صحي وبيقع على الارض. توبايس بيقول لهم طب يلا عايزين حاجه وبيمشي. ويداو بيعدي من جنبهم وجامبل بيقول له ايه يلا رايح فين؟ بيقول لهم خلاص ما عدتش رايح المدرسه تاني. وجامبل بيقول له لا اتطردت وازاي نفسي ابقى مكانك. بيقول له لا يا عم انا ما اتطردتش انا بلاخ. وبيبقى طلع له حته بذريه كده في جسمه. وبيقول لهم خلاص صوتها هيتغير وهبقى اخضر وعندي تجاعيد وهيص. وجامبل بيقول له ايوه يا عم بقى تبقى بالغ وهتعمل كل اللي ما ينفعش نعمله، وهيبقى عندك عيال وبيت وشقه وتلفزيون لوحدك، تلعب في الاعدادات بتاعته براحتك، وبتظهر اعدادات وبتعلي الجوده والصوت. وايداه بيقول لهم ايوه وبيمشي. وبنقدم الوقت شويه وبنشوف ايداه وهو متكسح. وجنبه اللي دورهم بيقولوا له مالك، بيقول لهم الموضوع طلع صعب، مفيش حد عاوز يديني نصايح ولا عاوز يبقى صاحبي، وعيلتي فاكراني بلغت بس انا مش حاسس انا ضعيف. وجنبه بيقول له انت بتهزر ده حياه البالغين دي لعبتي. وايداه بيقول لهم ازاي عيال صغيره هيعلموا واحد ازاي يبقى بالغ في المدينه دي. ودورهم بيقول له سيب الموضوع علينا. وبنروح السينما وبيكون ايداه حجز تذكره الفيلم اسمه ابليس في جهنم. وبيقول يا ترى الفيلم ده بيتكلم عن ايه. وجنبه ودورهم بيكونوا متنكرين في راجل بالغ وبيروحوا يحجزوا تذكره، بس بيطلع صاحب التذاكر من نفس عيله لبس جنبه وبيقول ايوه ابن عمي عاوز تخش سينما وانت لسه ما بلغتش الا 14 سنه يالا. وفي الاخر ايداه بيخش يسمع الفيلم لوحده ويا عيني بيجي له كرشه خوف. وبيطلع وجنبه بيقول له ايه يالا الفيلم طرش. وبيقول له طرش ده انا حاسس ان انا كبرت 100 سنه لقدام. وجنبه بيقول له يلا على المرحله الثانيه. وبيروحوا البنك وبيطلع له بطاقه انتماء، بس الموضوع المره دي بيمشي ببساطه. وبيروحوا المول وبيشتروا له بدله وبيجي عشان يحاسب، بس لاري بيقول له الفيزا ما فيهاش فلوس. ويداو بيقول له طب اعمل ايه دلوقتي. ولاري بيقول له اعمل زي بقيه البالغين روح شوف لك شغله واشتغل. بيروحوا محل البرجر ولاري بيقول له والله للاسف ما فيش شغل. ويداو بيقول له بس في لفته مكتوب عليها محتاجين موظف. لاري بيقول له والله موظف بس يكون عنده خبره. وبيقول له طب اجيبها منين. ولاري بيقول له الخبره محتاجه شغل. ولسه دماغ جنبه لا تتفجر بيجي لاري مكالمه وبيكون ده السيد برجر وبيقول له ابن اخويا تلاقيه جاي لك دلوقتي شوف له شغله حلوه كده لا اما توقفه مكانه. وجنبه بيقول بس كده واسطه. والبرجريه بتيجي وبتقول للاري ما تشغلش الواد ده. وجنبه بيتعصب تاني بس لاري بيقول له خلاص هعمل لك تدريب ببلاش عشان يبقى عندك خبره. وايداه بيقول له مش هعرف لاني ما عنديش باي. ولاري بيقول له للاسف مش هعرف ادرب واحد ما عندوش باي. وجنبه بيقرر انه يروح ياجر له باي، بس بيطلع كل الشقق محجوزه ما عدا بتاعه الاغنياء. وفي الاخر بيعرفوا يخشوا بيت الاغنياء بس بيطلع عليهم كميه ضرايب موت محتاجه تدفع. وجنبه بيلاحظ ان كل الناس افضل ايام حياتهم لما كانوا صغيرين، لما كانوا ما بيشيلوش اي هم. وجنبه بيغني لايداه اغنيه عن الفرق بين الشخص الصغير والبالغ. وفي الاخر جنبه بيقترح على ايداه انه يحلق البذر، وايداه بيوافق وبياخد منه القشره وبيحرق قشرته. دي الحلقه 37 من سلسله جامبل وبس. والحلقه 37 بعنوان التتبع. بتبدا الحلقه وبنشوف ريتشارد ده بيحاول يشتري الزرع بالعربيه بتاعته وبيخلص وبيبص جنبه بيلاقي هارو اللي عمال يتمشى على الارض لابس ساعه كده في ايده. بيقول ريتشارد الساعه دي هي اللي هتخليني راجل رياضي اما انت هتفضل عجل زي ما انت. وريتشارد بيقول له لا يابا انت فاكر ان الساعه هي اللي هتخليني رياضي. وهارو بيقول له تتحداني وريتشارد بيوافق. وبتكون نيكول بتزعل ريتشارد عشان عمل رهان مع هارو على مين هيفقد وزن اسرع من التاني، واللي هيخسر هيدفع للتاني فواتير البيت بتاعه. نيكول بتقول له انت هتعرف تخس. وبيقول لها ايوه ما عدتش واكل تاني خالص الا دي. والساعه بترن عشان في حاجه نزلت في البلاعه غلط. ودارهم بيقول هنعمل ايه. ونيكول بتقول لازم نقلل جوده الصوره. وفعلا الجوده بتقل لجوده 144. وريتشارد بيقول لا وبياخد جهاز الجوده وبيقول انا هخس يعني هخس حتى لو هموت. وبيقوم واكل جهاز الجوده وبيقول طعمه حلو. والساعه بترن تاني وجنبه بيقول عشان نكسب لازم حد غيره يلبس الساعه. وفعلا نيكول بتلبسها وهي رايحه المول. وبيكون في واحد عجوز سايق عربيه واقف قدامها ومش راضي يعديها. ونيكول لسه هتتعصب الساعه بترن وبتهدى. وفي الاخر بتوصل للمول وبتركن العربيه، بس العجوز بيجي تاني وبيركن العربيه وبيقول لها فين مكان يا بنتي. ونيكول بتكون بتشد في اسنانها ولسه هتمشي جيبتها بتتزنق ما بين العربيتين ولسه هتتعصب الساعه بترن وبتاخدها ترميها نحو الشمال الشرقي وبتنزل على جنبه في الباب. وبيقول شكل نيكول ما استحملتها وبيلبسها وبيحاول يظبطها على الميه بس بيفشل. يظبطها على النوم بيفشل، المشي بيفشل، الاكل بيفشل، النفس
بيفشل، وداروين بيخش يقول جنبه الفئات وبيقول له خد بنت الكلب دي، وداروين بيلبسها بس الساعه ما بتتعرفش عليه لانه ما عندوش دم ولا عظم ولا اعضاء. وناس بتخش عليهم وبتقفل الباب وبتاخد الساعه منهم وبتلبسها وبتكون هي الامل الوحيد، وبتفضل تجري وتتدرب وبتعمل كل حاجه، وفي الاخر الساعه بتديها نظام انها كسوله، والعيله بتكون بتشجعها ونيكول بتقول لها يلا يا قلب، وناس بتقول لهم انا مش فاهمه حاجه، ونيكول بترد عليها وبتقول لها ما هو احتمال عشان مشيتك قصيره، وبتيجي تجري بتلاقي نفسها هبطت من خطوه، وبتبدا العيله تشفق عليها وبتقول لهم يلا حد يجي ياخدها، وبيقوم ريتشارد جايب العربيه ونقلها للباب، وبتكون كل العيله مش عارفه تعمل ايه، وجامبل بيقترح فكره انهم يخلوا الساعه تجيب اسوأ احصائيات عندها، والساعه تبوظ ونقول ان احنا كسرنا رقم القياس، وكلهم بيوافقوا على الفكره، وبيبداوا يخلوا ريتشارد يعمل كل التمارين بالعكس، يشم ثاني اكسيد الكربون يطير يتشقلب يعمل كله في كله، وفي الاخر الساعه بتجيب اخرها وبتنفجر، وبنروح لهارد وبيكون متجه لبيت ريتشارد عشان يشوفوا عمل ايه، وبيلاقي قلب ولا تقول للراجل الفندام، وهارد بيقول مستحيلات، وجامبل بيقول ابونا بقى ملك لدرجه انه كسر الرقم القياسي، وهارد بيشوف الساعه وبيقول لحظه كده، وبيبص ورا بيلاقي داروين وانايس مجمعين بقيه الكرش ورا وشادينه بالعافيه، وفي الاخر ما بيستحملوش وبيسيبوه، وزرار الكرش بيتفك وبيجي على هارد، وساعته بترن وبتطلب الاسعاف، وريتشارد بيقول انا الفائز، والبنطلون بيقع. دي الحلقه ال 38 من سلسله جامبل وباس، والحلقه ال 38 بعنوان البطلات. بتبدا الحلقه وبنشوف داروين قاعد مستغرب من حاجه، وبيقول لي جامبل ولا انا حاسس ان في حاجه غريبه كده في جو بنانا مش عارف ايه، وجامبل بيقول له تصدق ان في حاجه غريبه فيه، وداروين بيقول له والله انا عارف بس مش عارف ايه، وجامبل بيقول له انت غبي يلا شكله صغر شويه، وبيكون جو عمال يرفع وداروين بيقول ولا يا جو انت بلاخ، وبيقول له لا، وجامبل بيقول له داروين ولا انت غبي قوي اكيد اتحصل، وجو بيقول لهم والله، وداروين بيقول له انت اكيد انت حباه، وبيقول له يا عمي لا، وجامبل بيقول بس في حاجه غريبه، وجو بيقول لهم حاجه صغيره وبتتلبس في الرجل، جامبل بيقول له يا قليل الادب، بيقولوا البنطلون اللي لابسه، وجامبل ساعتها بيقول له شايل راسه، وبيقعد يدي مدافع من راسه، وبيكون لسه مصدوم في حوش المدرسه، وداروين بيقول له يا عم ما خلاص الموضوع دخل في دماغك كده ليه، وبيشوف ايه اللي شغل دماغه بيلاقي جو جوه عمال بيرقص بالبنطلون، وداروين بيقول له ليه الموضوع ده شغلك كده، وبيقول له موزه عندها قشره تلبس بنطلون ليه، وداروين بيقول له طالما الموضوع شغلك كده روح فهمه، وبيروح يقول له عن الموضوع، وجو بيقول له شكرا على الملاحظه بس انا راجل البنطلون من دلوقتي، وجامبل بيقول له ما ينفعش تلبسه، بس جو ما بيسمعش كلامه وبيمشي، وبعدين بيكون جامبل وداروين بياكلوا في امان الله، وجو بيقعد معاه، وجامبل بيتعصب وداروين بيقول له انت مالك بيه، وبيقول له احنا في مدرسه إلمور يعني مدرسه التعلم والتهذيب، وقد يكون لهذا تاثيرا سلبيا، داروين بيقول له انت عبيط يا اسطى، وجامبل بيقول له الخلاصه يعني ما ينفعش جو يلبس بنطلون على طول كده، وداروين بيقول له طفاهي يعني، وبيقول له كده العيال هيفكروا في حاجات غريبه، وجو بيتدخل في الموضوع بيقول له ولا اهي كاري مثلا ما هي لابسه غواش، وبتقول له على فكره دي مولوده بيه، وبيقول لها والله ايه يعني قضيتي كل حياتك وانت لا مؤاخذه مال، وكاري بتتكسف وبتمشي، وبيروح لبيني وبيقول اهي بيني كانت لابسه قشره وخلعتها ودلوقتي لا مؤاخذه، وبيني بتتحرج وبتلم نفسها، وبيقول لجامبل انت بقى المفروض تلبس ده وبعدين تلبس العقده دي انك قطه، وجامبل بيتصدم وجو بيمشي، وداروين بيقول انا حاسس ان انا لا مؤاخذه دلوقتي، وبيغطي نفسه، وفي اليوم التاني بنلاقي كل المدرسه لبست هدوم علشان تغطي العار، بس بيكون ده بيبوظ الواقع، وبيتجمعوا كلهم في حوش المدرسه عشان يشوفوا موضوع جو ده، وجامبل بيقول انا عندي فكره، وبيكون جو طالع من الحمام وبيلاقي كل الناس عدت لا مؤاخذه حتى فصله كله لا مؤاخذه، وجامبل بيخش يقول له ايه خدت بالك، جو بيقول له ثانيه انتوا بترطبوا، وجامبل بيقول له لا بالله عليك شغلها شويه، بيقول له مش عارف، وجامبل بيشاور بايديه وبيقول يلا، وامه وابو جو بيخشوا هم لا مؤاخذه، ايه دي الحلقه كلها لا مؤاخذه ولا ايه، وفي الاخر جو بيستنتج ان كلهم ملط بسببه، وبيقول انا لازم اصحح الامر، وبيخلع قشرته، وبنروح الباص وبيبقى كلهم ملط. دي الحلقه ال 39 من سلسله جامبل وباس، والحلقه 39 بعنوان سحر الموت. بتبدا الحلقه وبنشوف داروين داخل المدرسه بالليل، وحواليه كده اصوات غريبه، وفجاه بيظهر وحش بس بيطلع في الاخر كاري، وداروين بيقول لها ايه جاهزه للخروجه، وبتقول له لما جامبل يكون جاهز الاول، وبيقول لها خش، وبتقوم داخله جسمه وبيخرجوا اروق خروجه، وجامبل يعني بيتفشخ فيها، في الاخر جامبل بيزهق وبيقول لكاري لازم تلاقي جسم تلبسيه، وبيروحوا جهنم وبيدخلوها وبيقابلوا ملك الديدان، وبيقعد يسالهم شويه اسئله بس كاري بتتعصب وبتوقع على الحجر، وبيدخلوا جوه عشان يشوفوا لها جسم، وبيقابلوا هناك الكتاب ده، وبيقول لهم اللي هيكدب فيكوا هيتحاسب، وفي الاخر بيطلع ان في حد فيهم كداب وهي كاري، وبتكون مش عاوزه يبقى عندها جسم وعاوزه تفضل شبح، وداروين بيقول لها مهما هتبقي هنكون حبايب، وفي الاخر نخش على الحلقه اللي بعدها. دي الحلقه ال 40 والاخيره من سلسله جامبل وباس، والحلقه ال 40 بعنوان اعاده الكتابه. بتبدا الحلقه وبنشوف جامبل بيقول لداروين بص كده انا اهو فتحت الباب طلعت فوق دخلت اوضتنا، ايه ده بقى، داروين بيقول ما احتمال يكونوا ضافوا حاجه لقصتنا، وجامبل بيرد بيقولوا في حاجات كتير بتحصل مش طبيعيه، زي مثلا ان احنا ما احتفلناش بعيد ميلادنا من 7 سنين، او صوتنا اللي اتغير مره واحده كده، او شكلنا اللي اتغير فجاه، وطبعا فاكر يوم ما روب كان عاوز يبوظ شكلنا، داروين بيقول يا ترى عدونا روب بيعمل ايه دلوقتي، وبنروح للعربيه الغريبه بنلاقي روب عمال يجري جواها، وبيقول انا جاي قريب، وبيروح صاحب العربيه
العربيه الغريبه بيقول له في ايه، وبيقول له صحابك قربوا يعرفوا القصه. وبنرجع لحلقه لما روب كان لسه هيقع في الفراغ بس صاحب العربيه هو اللي بينقذه في اخر لحظه. وبيكمل كلامه وبيقول لو صحابك دول ما تعرفوا ان حياتهم دي مجرد كرتون خيالي المر كلها هتنهار. وبيجي مشهد وهم بيجروا من الفراغ، صاحب العربيه بيقول انا جبت جهاز متعدد الابعاد، وبيفتحوا بيبقى كل اللي مكتوب سيناريو الحلقه. وروب بيقول ثانيه كده هو ده اللي هيحصل دلوقتي؟ وصاحب العربيه بيقول له اه حتى بص كده، وبيكتب ان روب بيطبل على التوته بتاعته وفعلا بيحصل. وبيقول اي حاجه هتتكتب هنا هتحصل في الواقع وانا عاوز اعيد كتابه الحلقه دي. وبيكون جنبه الاداره مستنيين باص المدرسه، وبيكتب ان هيكتور يعدي الطريق ويلحس الباص. وروب بيقول له انت غبي يالا. صاحب العربيه بيقول له يا عم خلاص من غصب عني. وروب بيقول له حاول بس ما تخليهمش يوصلوا المدرسه. فوسط ما جنبه الاداره قاعدين بيعدوا على كوبري اول مره يشوفوه في حياتهم، وده بيخليهم يشكوا في الموضوع اكتر. وروب بيقول له يالا مش اي حاجه كده تكتبها وخلاص. بس صاحب العربيه بيطبش له وبتقعد حاجات تطير وتتحدف حوالين جنبه الاداره من غير اي سبب. وداروين بيقول اللي بيحصل ده مش طبيعي خالص. جنبه بيقول في حد مش عاوز نوصل لحاجه، انا من رايي نهرب. وفعلا بيجروا في كلمه اشياء بتقع عليهم. وروب بيقول لصاحب العربيه ركز في اللي بتكتبه بالله عليك، بيقول له مالكاش دعوه سيبني في حل، وبيتشكلوا مع بعض. والكيبورد بيكتب ان جنبه الاداره يتحولوا لحاجه مش مفهومه، وفعلا بيندمجوا في بعض. وروب بيمسح الكلام وبيرجعهم تاني. وجنبه بيقول انا حاسس ان روب هو اللي ورا كل الموضوع ده. وفي الناحيه الثانيه روب بيقول لصاحب العربيه ابوس ايدك حط لهم حاجه منطقيه ما تبوظش نتيجه القول. وبيكتب ان المول يجي ناحيتهم جاري. وداروين بيقول الحق يالا تخفيضات على الالعاب المجانيه. وجنبه بيقول له ثانيه ده فاخ. وداروين بيقول فعلا المول بيتحرك. وجنبه بيقول له لا انا كنت قصدي ان مفيش حاجه اسمها تخفيضات على الالعاب المجانيه، بس انت صح اجري يالا. وروب بيقول لصاحب العربيه انت اغبى واحد شفته في حياتي. يا لهوي تلاقيهم دلوقتي وصلوا المدرسه. صاحب العربيه بيديله الجهاز وبيطلع على المدرسه. وروب ساعتها بيكتشف انه مش عاوز يبقى الشرير في القصه، وبيقرر انه يظبط الحلقه. وبيقول لصاحب العربيه بالله عليك ركز. وبيكون جنبه وداروين وصلوا المدرسه، وجنبه بيقول قربنا نعرف. بيمشي ورا تتته على مكان الحيطه وبتفتح وبيطلع منها روب، وبيقول لهم التاج اللي فوق راسي ده عليه يخلص عليك. وبيدي واحده لداروين بينزله الارض، وبيحاول جنبه انه يوصل للفاس. وبيكون روب بيضرب عليه حاجات من قلب الواقع، وفي الاخر بيقدر انه ياخد الفاس. ولسه هيطلع يضربه الجهاز بيجي عند راجل العربيه ان تم استخدام حاجات منافيه للكرتون زي الفاس يعني، وبتتحول لحته عيش. ولبس روب لكرتون. وبيظهر عند راجل العربيه ان ما ينفعش جنبه اللي يضرب روب، وبيكتب ان روب هيموت في نهايه حزينه. ولسه روب هيقوم يقف بيقوم جنبه مديله واحده بيوقعه في الفراغ، والارض بتتقفل وبيرجع كل حاجه زي ما كانت. وجنبه وداروين بيضحكوا. ولسه روب هيموت بين الصخرتين بيجي راجل العربيه وبينقذه، وبيقول له اي خدمه انا غيرت السيناريو. وبيلبسه لبسه وبيوديه للعالم التاني بالعربيه، وهو بيعيش اجواء الصيفيه. وبس كده لايكك واشتراكك في القناه واستنوني فيديوهات تانيه. وسلام.